ضحى عزاوي، قاضي عدالة بهيئة ديوان العدالة الاجتماعية بالرقة. أولا يعني الجريمة اللي صارت بالحسكة بمنطقة غويران على طفلة عيدة وليدة 13 عام، يعني جريمة هزت كيان الإنسانية بشكل عام، يعني مو بس نحن كمرأة وكحقوقيات ولا أي إنسان، يعني هزت كيان كامل. يعني هاي الطفلة اللي انقتلت بهالطريقة الوحشية بهالطريقة البشعة، من شان إيش؟ ليش نحن عم نرجع نعيد ونحيي عادات جاهلية وعادات بالية أصلا؟ يعني كل هالتطور والتعب والحضارة اللي قام نحاول نزرعها ونوصل إلها، مصرين بالجهل وبالتخلف، نرجع دائما لورا. يعني ليش هاي الطفلة تنقتل؟ إيش السبب وإيش الهدف وإيش رح يستفيدوا من قتلها؟ حتى لو كان هي خطأت بموضوع، ممكن نحكي معاها، ممكن نوعيها، ممكن ننصحها، ممكن نحتويها. أكيد هالبنت لو ما كانت بحاجة احتواء أو بحاجة شيء حنية ما كان صار فيها كل هذا الشيء. يعني بالأخير هي طفلة ما عندها الوعي الكامل مشان نقول إنه هي هربت أو هي زنت أو هي ما عندها وعي أصلاً. ما أنا عمرها كبير لتقولي ومرت بتجارب ومرت بخبرات خلتها تستاهل هالشيء اللي يصير فيها. طفلة هي محتاجة أنه نكون نحن جنبها، أهلها وجيران، ونحن كمرأة نرفض كل هذا الشيء اللي عم يصير. المرأة أخذت حقوقها بالإسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مات وهو يقول استوصوا بالنساء خيرا. عشنا حياتنا المرأة عم تتعلم، عم نصل لمراحل إنه ما نضل متخلفين. يجي حدا بشان أي قصة ولطفلة نرجع للتخلف من جديد. طب شلون بشكل عام البنات رح يحسوا بالأمان؟ معناته أي بنت رح تفكر إنه أهلها بدهم يزوجونها لأي شخص بكيفهم، بدها توافق غصبا عنها مشان ما يصير فيها مثل عيدة، لأنه إذا ما وافقت ممكن تنقتل بأبشع من هالطريقة الوحشية. إذا البنت ما حست بالأمان بعائلتها وبأسرتها وبالمجتمع اللي حواليها، كيف بدها تعيش بكرامة؟ كيف بدها تربي أجيال أصلاً إذا هي متعودة على الإهانة والقمع والوحشية اللي عم يعني توصل إلها؟ يعني بالأخير إيش الهدف؟ إيش استفادوا من هالشي اللي عملوه؟ كرامتهم، شرفهم؟ ليش هي فضحتهم؟ يعني هي إيش عملت هالطفلة؟ يعني طفلة لو ما كان في غلط بالبيت ما كان وصلت لهون هي الطفلة. يعني أنا كقناعة مرأة وكقناعة قانونية، ونحن كمرأة وكقانونيات وحقوقيات كلياتنا نطالب إنه يتعاقبون، وما في أي شيء يعني يخفف أو الرحمة لهم بهالجريمة هاي، لأنه هي روح إنسانية. إذا هم ما كان عندهم رحمة اتجاهها فنحن ما رح يكون عندنا رحمة اتجاههم، يعني ويستاهلون أقصى العقوبات بالقانون وبالشرع وبكل شيء. يعني أنا المحامي محمد إسماعيل من فروع نقابة المحامين في محافظة الرقة، التي من خلالها نتحدث وننقل ما حدث في محافظة الحسكة من خلال تلك الجريمة التي ارتكبت بحق فتاة قاصرة بدوافع الدفاع عن الشرف. فهاي المشكلة ليست هي بنت اليوم، وإنما هي إرث قديم تعاني منه كل المجتمعات الشرقية، ونتيجة التخلف الذي يعاني منه هذا المجتمع، فالضحية هي البنت، وخاصة البنت القاصرة. هي طفلة لأنها قاصرة، قد ارتكبت هذه الجريمة بحقها وهي بريئة من تلك الجريمة، لأن سبب الضغط والقهر التي تعاني منه المرأة بشكل عام والفتاة القاصرة بشكل خاص، فنتيجة القهر أدى إلى أن تقوم هذه الفتاة بما قامت،
فإذا الجريمة التي ارتكبت بحقها سببها القهر الاجتماعي الذي عانت منه من أبناء عمومتها، وخاصة أشقائها وأبناء عمومتها، يريدون أن يزوجونها من ابن عم قهرا. فرأيت طفلة قد ألقت بنفسها في نهر الفرات، فاسمها قد يكون إذا ما خانتني الذاكرة اسمها فاطمة، فكان الشبان على نهر الفرات أنقذوها من الغرق، فجئت وسألتها لماذا؟ قالت: يا دكتور، كيف أتصرف وأهلي يريدون أن يزوجونني من رجل يفكر على طريقة القرون الوسطى. هذه قصة للدكتور عبد السلام العجيلي. هؤلاء تفكيرهم كله على طريقة القرون الوسطى، فأقدموا على قتل هذه الطفلة بشكل وحشي لا يمكن أن يرضى به لا دين ولا قانون ولا أخلاق. فتصرف همجي رعناء أدى إلى ضحية هذه الطفلة نتيجة زواجها قهرا من ابن عمها لم توافق، فأدى إلى ما حدث. وهذه جريمة تستنكرها كل الأعراف والتقاليد والمجتمعات الإنسانية، ونحن كمحامين نشد على يد كافة الجهات المعنية لمعالجة تلك الجريمة النكراء، ونضع حدا لها كي لا تستفحل وتصبح تقليد يقلد من كل أبناء المجتمع. وإذا استفحلت تلك الجريمة في مجتمعنا سوف نصبح في خبر كان. وهذه الطفلة هي سوف تصبح المرأة في المستقبل، فهي أمنا وهي أختنا وهي الزوجة، فلذلك يجب علينا أن ننظر إليها بعين العطف، تتخلص المرأة من تلك العادات السيئة التي تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الطفلة.